تعال اوريك اغرب لقطة لبير رمضان في ماتش الاهلي والجيش الملكي النهاردة. بس الاول صلي على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. بير رمضان النهاردة رجعنا لنسخة ماتش بورتو ولكن زيرو توفيق. تخيل بير رمضان في اول 5 دقايق بياخد الكرة من نص الملعب ويفند 2 مدافعين ويبقى هو والجول والحارس يطلع. بعدها برضه من قلب الملعب بيوصل لحدود ال 18 وبيشوط وبرضه الحارس بيطلع. شويه وطاهر بيحط له عرضيه دوا، بصراحه حطها هو كمان بمعلمه في الحته الفاضيه في الجول، وسبحان الله بيتخلق لاعب الجيش المغربي علشان يطلعها. شويه يا برنس وبيغير الكره من فاول عالمي بيحطها بهده بتيجي في ايد مدافع الجيش الملكي، وطبعا فيها شك وما عندكش فار وعلى الله التساهيل. شويه يا برنس وبيجي من ناحيه الشمال برضه بيفند المدافع وبيكلفته وبيحطها عرضيه لاوتاكا ولكن برضه بره. لدرجه ان اخر مره خالص بيضغط على مدافع الجيش المغربي وما بيعملش فاول وبيفند واحد تاني وبيخش في قلب ال 18 ويبقى هو والجول، وفجاه الحكم يصفر ويرجعه ويقول لك قال ايه فاول. 6 فرص للاعب واحد في ماتش واحد. هو ده بير رمضان. عاش يا غالي.